صباح الخير الناس الكل. انا تو نكلم فيكم وانا في ستيف. الحمد لله البارح وصلت، ومش البارح اليوم وصلت وصلت مع ساعتين متاع الصباح. ليلة صعيبة برشا، والحمد لله يا ربي لقيت ولاد الحليل اللي يعاونوني بالحق. نحب نشكر رجال الجزائر قديش يحترموا المرأة ويقدروا المرأة ويخافوا على المرأة ويعاونوا المرأة، وكرماء فوق ما تتصور. انا البارح كنت في وهران، في بالي معناها فما في بالي مرقد نعرفه مش نعرفه بلوتو واحد يعرفه وريزيرفيلي، دونك مطمئنة. قلت كي نوصل طول نمشي المرقد لا نفركس عليه لا حتى شيء. طلعت وصلت من ساعتين، فهمت حسيلو. المرقد طلع جامعي، وحاجة ذي في باليش بها، جاب ربي سألته يا اخي رصات لي باش نفركس على معناها اوتيلات اخرين. حسيلو جاب ربي التاكسيستي اللي انا معاه صدقني عمل معايا اللي ما عملوش حتى حد بصراحة، نحكي بكل صراحة. يرحم والديه. تعرف من اللي وصلت ساعة هو ديجا في الثنية معناها فطرنا مع بعضنا، وبعد كي وصلت قال لي يقعد حتى لين نشوفه معاك اوتيل. معناها من اللي وصلنا وهو يدور معايا من اوتيل للاوتيل ويسأل وزيد كمل معناها يكلم البوليسية، والبوليسية زاد يفركسوا معايا. هو الفازة لازمك معناها قبل نص الليل، خاطر معناها لازم يعمروا الفيش دو بوليس، فهمت. وانا وصلت من ساعتين وزهري هنا الله غالب قالوا كومبلي، كلهم كومبلي. وديجا معناها حاجة اخرى اللي لازم فيش دو بوليس تعمر قبل نص الليل، وانا من ساعتين معناها فهمت. صدقني البارح كرهبة البوليسية تمشي قدامنا واحنا وراهم انا والتاكسيستي. البوليسية معناها هبطوا معناها الكل اوتيل يهبطوا له ويسألوا، هما اللي يسألوا. معناها انا صدقني من الكرب ما هبطش، فهمت. هبط كان قالوا لي هذيا سي بون. داروا البارح داروها الكلها ستيف، الكلها داروها ومش يشوفوا له معناها اوتيل. الله غالب البارح قلت معناها كلهم كومبلي. لقيت واحد قال لي تقعد في الريسبسيون معناها حتى لين يطلع الصباح، وكراسيهم مريحين. معناها الحق قعدت، اما يرحم والديه معناها اللي قبلني نورمالمون هو ما يقبلنيش كومبلي، معناها ما يقبلنيش. اما يرحم والديه اللي قبلني وبيتوني بحذاهم حتى باش يقبل عليا فلوس التاكسيستي. حبيت معناها كوميم ضيع وقت ودور بالكرهبة بيا من اوتيل لوتيل، مرقد حسيلو والله قليلة جملة ما حبش يقبل عليا معناها فلوس. حتى الصباح معناها كي قمت وخذيت ريزرفيت على ليلة عندهم الاوتيل اللي انا قعدت عندهم في الريسبسيون. قلت له ميساج خذ عليا حق الليلة هذيك وفطر الصباح، خاطر قال يفطر الصباح. وانا قلت له انا قلت له خذ حتى حق البيتين وفطور الصباح. قال لي لا نو جامي. انا يرحم والديكم فرحتوا بيا على الاخر، وعباره في بلادي واكثر، خاطر خليتوهاش بيا بالحق. يرحم والديكم على الكرم متاعكم وعلى اللي ريتوا فيا ربي معناها، وحفظتوا علي وخفتوا علي كني معناها بنتكم. معناها اللي قلته شوية معناها بالحق والله.
ونشكر دايوخ كل حد معناها عاوني في سفرتي هذه في الجزائر، حتى بمعلومة صغيرة معناها. فما خاطر اللي قابلته فما اللي ما قابلتوش، اما فما حتى اللي يعاوني حتى بمعلومة صغيرة، يمشي لهذه يمشي الاخرى. اللي فرح بيا، اللي يعطيكم الصحة، يرحم والديكم الحق. مريت كان الاحترام اصلا معناها ما خفت الجملة باللول كي جيت معناها من تونس وباش نمشي للجزائر واقعة على الاخر وخايفة وكيفاش باش نعمل، وتزير ياسر كبيرة معناها خايفة لا نضيع، خايفة لا تصير لي حاجة، وصرتو معناها وحدي جيت فهمت. ما يبقى والله تقوش عليا في بلادي يمكن اكثر من بلادي، خاطر يقدروا لهنا المرأة برشا، يحترموها، ما يردش حتى قلق معناها لا واحد معناها تتقلقني حتى حد الحق. خافوا فيا ربي، ما خلونيش معناها في الليل هكاكا بالحق. ما ساعتين البارح متاع الليل كان جا واحد اخر او خلاني يدبر راسك في تاكسي ولا يدبر راسك في حكايه. اما هو والله التاكسيستي لا خلاها بيا، قال لي ما نمشي من هنا لما تلقى انت وين باش تقعد. وراو دخلوا معايا اللوتيل، راهو حطوا لي فاليز وهما اللي حكيوا مع اللوتيل وكل شيء، مش انا معناها اللي حكيت معاه. قالوا ما نخليوهاش معناها في الليل مطيشه. وانا البارح الحق نحمد ربي اللي ما قعدتش، خاطر ما ساعتين متاع الليل ياسر خايبه سيتوياسيون تاع باش تقعد في الشارع كومبلي، كلهم كومبلي، وزيد من فوق فاتت نص الليل كدي فما وتلا نلقاو مسكرين. راه البارح متاع البوليسيه يدق عليهم يعني حتى مسكرين ويدق عليهم. انا عمري الحق بصراحه نحكيها عمري ما ريت بوليسيه كيما البارح. يعني البارح راهو قدامنا الكرهبه تمشي نتاع البوليسيه ويهبط باللوتيل يشوفوا ويقول له نتاع التاكسيستي اللي معاه هنا، يقول له هاي نمشيو لهذه ونمشيو الاخرى ونشوف هذه ونزيدو نشوفوا الاخرى، ويطلبوا فيهم. وعطاني نمروه نتاع البوليسيه، عطاني نمروه، قال تستحقش حاجه كلمني. وانا بالحق حسبني كيف بنته الاكثر. يرحم والديكم، حشمتوني على روحي الحق يرحم والديكم على الاخر. انا الحق مونك ديكسبيريونس، ما نعرفش في بالي المرقد هذاك، في بالي واحد قال لي عليه نص خايب معناها جاوبيه وعامل هو ريزرفاسيون كل شيء. والله بالزهر سألته قلت له يا اخي كيفاش السيتوياسيون انا قلت له بيت وحدي، قال لي لا معاك شكون؟ هي قلت له شنو ليش معايا شكون؟ قلت له بنات، قال لي لا راهي بيت في برشا فروشات. قلت له يا اخي بنات وولاد؟ قال لي تعرف اقسم بالله البارح الساعه جبر بالساعه قلت لك سالته، اما الفاز الخايبه قعدت في الحشمه مع البوليسيه، قال يعطيني النمرو اللي متاع المرقد اللي ذي فيه بنات وولاد. قال يا اخي ماكش تشوف مرقد جماعي بالتروكالر طلع لي. انا راني ماني قلت لك سالته من قبل جاب ربي سالت معناها، اما قال لي هو مرقد جماعي كيفاش معناها. والله يقسم بالله راني معناها ما عملتش انا ريزرفاسيون، عملت طفل ريزرفاسيون وعملت عليه فهمتني، وما حبيتش نشوف حاجات اخرين. انا في دزير سونتر وش اسمها قسنطينه وكل شيء عملت وحدي معناها، شفت وحدي المرقد وكل شيء. ما هذه ما جاتش البالي، جاب ربي سالته اخي حاسيلو كلي بالحق حشمت قدامه. قلت لي انا والله لا نعرف معناها، ما في باليش اصلا، ما في باليش حاجه اكزيست معناها اللي فما هكاك. المهم الحمد لله اللي تحت بناس باهيه، خافت فيا ربي ما خلتهاش بيا. يرحم والديكم كهو. ان شاء نهاركم زين.
بي احنا توا في حديقة المسجد في سطيف. بالحق واحد يحوس في دزاير يحس روحه في امان. هو انا سافرت مصر وتركيا ودزاير، اما بصراحة كي نجيو رتبوهم في الامن والكرم نلقاو دزاير في التوب 1 والله. حق مصر زي ما قصرتش معاي هم الجيم حتى هما مي الحق دزاير اقرب خاطر. اما شوف مش لا ما نحكيوهاش ترتيب، ما دامك ماشي بلد عربي معناها كرامي وكهو معناها بوالالين يخافوا فيك ربي، يحترموا المرأة. اما معناها ما مش لازم معناها المصريين كانوا باش يشوفوا الفيديو هذا يتغشوا عليا. يمكن انا ما صادفتش هكا برشا عباد في مصر لما معناها متأكدة اني نفس الحكاية. مصر زادة كرامي ومحترمين. اما حسب تجربتي معناها نحكي لكم الشخصية اللي الحق اللي في دزاير هنا من الاخر نعطيها لكم شخت والله. اصلا واحد تونسي يجي لدزاير الشيخ من الاخر. فمن احسن السفرات اللي معناها اللي صاروا لي هي دزاير، على قد ما كنت متخوفة منها ما انا باش نجي، اما فرحت برشا اللي جيت. و بيرسونيلمون معناها من في كل ولاية معناها نمشي منها بالحق نبكي اصلا خاطر صفتفت عباد ياسر باهين عملوا معايا كل الخير يقعدوا في البال معناها فهمت. سوا في قسنطينة فرحوا بيا، دزاير سونتر لهنا في سطيف. بالحق كي يقولوا دزايرية خوا مع التوانسة يكذبوش فيها. حق يرحم والديكم. انا واحدة من الناس فرحانة بين اهلي وماليا في امان، مانيش حاسة بخوف جملة. تسألي يوجهوك ما عبارة في بلادك معناها ما مانيش خايفة جملة. بالحق قديش حبيتها دزاير على الاخر زاده، قديش عزوا بيا العباد اللي فيها راهو نساو رجال معناها. حتى البنات اللي سكنوا معايا ينصحوا فيا فين نمشي الحاجات اللي نزورهم في وهران، شنيا المرقد الباهي، يسألوا عليك معناها يرحم والديكم الحق. اما البارح اكثر حاجة معناها عزت بيا وبالحق كنت نجم معناها نضيع فيها وما تصير لي حاجة معناها خايبة. البارح ما ساعتين متاع الليل الدنيا كلها مسكرة وما عندك وين باش تمشي معناها جو ربي زوز التاكسيستي والبوليسي. اما كيفاش معايا البارح قلت لك كربة البوليسي قدامنا تمشي والتاكسيستي واحنا وراه ومعناها وزوز يهبطوا يسألوا على الوتيل اللي ما يلقاوه كومبلي نعاودو نمشي يعاود يمشي بيا. راهو قريب ساعة وهو يفركس على وتيل باهي ويسألوا وهما يدوروا حسن الماضي ثلاثة متاع الصباح وهما يدوروا ويفركسوا. رحم والديكم. بيتي حديقة صال بوزيد جيت في ثنيتنا. حلوة
بلاصتي باهية متاع اللوتيل. اللوتيل اسمه اوتيل ايربورت. جاي في قلب سطيف، معناها قريب لكل شيء. المتحف الوطني للموجات. متحف الوطني للموجات هذا مش في كما في دير سونتر. محلية سطيفة فيها ما تشوف. هذيا بلاس فلورنسا، صدقني ربي. بين توا في بارك مول، وهو عنده زاد اسمه بارك مول وبارك داتراكسيون دو الوزير. حصيروا برشا هما دي بارك، ومعاهم زاد هكا وين دي جو كل شيء. احنا توا في جردان امير عبد القادر.